ازاي تسافر دبي ب 3700 جنيه طيران ذهاب وعودة وإقامة كمان. خدت طيارة وطلعت على دبي عشان أعمل سكاي دايفنج في دبي. طبعا سكاي دايفنج من أجمل الحاجات اللي ممكن تعملوها. طبعا أنت ممكن تروح دبي تعمل اللي نفسك فيه، تعمل سكاي دايفنج بقى، تسهر، تخرج الخروجات اللي نفسك فيها. بس بالنسبة لي كنت حابب إني أسافر دبي عشان أعمل سكاي دايفنج. زي ما شايفين مغامرة ممتعة جدا، لو حد فكر ان هو يعملها ممكن تدخلوا على موقع سكاي دايف دبي وتحجزوها، وموضوع سهل جدا وبسيط. هتعيشوا مغامرة من اجمل المغامرات اللي ممكن تعيشوها في حياتكم. الموضوع مش سهل شوية بس هو ممتع، وكل خطوة وكل دقيقة فيه صراحة كانت ممتعة جدا. انا انبسطت جدا في المغامرة دي واكيد اتمنى ان انا ارجع دبي اعملها تاني. بس خلينا ندخل في المهم ونشوف الطيارة. اول حاجة هتدخلوا على موقع سكاي سكانر زي ما انتم شايفين، وتكتبوا من مطار سفنكس الى مطار ابو ظبي من يوم 29 اكتوبر الى 1 نوفمبر. زي ما انتم شايفين 3 ايام 3700 جنيه طيران ذهاب وعوده وطيران مباشر الى ابو ظبي. بعد كده اول ما نوصل مطار ابو ظبي في طريقه ممكن ناخد اتوبيس وممكن ناخد تاكسي. لو خدنا الاتوبيس رقم 106 تكلفته تقريبا 30 درهم، يعني تقريبا 300 جنيه يقدر يوصلنا، يعني تقريبا 600 جنيه ذهاب وعوده الى من ابو ظبي لدبي. الفندق زي ما انتم شايفين الهوستل ده موجود. الاقامه بتبدا الثلاث ليالي ب 385 جنيه، بس انا بالنسبه لي ما عجبنيش قوي، الريفيوز عليه مش حلوه. وفي الهوستل اللي قدامكم ده واخد ريفيوز حلوه جدا ب 600 جنيه لو انتوا حابين تقعدوا في دبي لمده 3 ايام دول. وبالطريقه دي كده تقريبا هتخشوا تقريبا في 4000 جنيه، تقريبا 4500 جنيه لمدة 3 ليالي طيران ذهاب وعودة وإقامة في دبي. زي ما شايفين تقييماتكم كلها كمان حلوة، وتقدروا تسافروا وتنبسطوا. فيزا دبي أمرها سهل مش صعبة. ولو عايزين أي حد حابب يطلع تأشيرة دبي ممكن يبعت لي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا منشن وشير وسبسكرايب للقناة، تعملوا منشن لأصحابكم عشان الكل يستفيد. أشوفكم فيديو جديد ومعلومة جديدة حول العالم.